يلا بينا بربع كيلو من اللحمة المفرومة. هنعمل بيه طبق الكفتة ده كله، وهنعمل غدوة محترمة تعغدي العيلة كلها، وطعمه خيال بريحة الفحم. انا معايا ربع كيلو من اللحمة المفرومة، ومعايا بصلاية متوسطة وحبة البطاطس دي. هاخد البصلة والبطاطاية وابشرهم بالمبشرة العادية، عايزة ابشرهم بشر عادي، وبضاية. ودي البهارات بتاعتي. هبشر البطاطس والبصل وارجع لكم. انا بشرت البطاطس والبصل، بشرتهم مبشره العاديه، اوعي تضربيهم في الكبه، هتبقى النتيجه مختلفه خالص وبصراحه ما بتبقاش حلوه. انا هحط البصلايه والبطاطس، انا حاولت صفيت منهم شويه من الميه، وهنزل بالبيضه، وهنزل بقى بمعلقتين كبار من البقسماط، ومعلقه صغيره من بابريكا، وبهارات اللحمه او بهارات مشكله، وملح وفلفل اسود. وهقلب الكلام ده كله مع بعضه. انا الخليط بتاعي اتماسك على معلقتين بقسماط، انتي حسيتي ان هو سايب معاكي شويه، زودي معلقه بقسماط تانية. بس كده، هي المفروض يبقى الخليط بيتلم معاكي كفتايه متماسكه مع نفسها، مش فكه، بس في نفس الوقت مش قاسيه وناشفه، عشان ما تنشفش معاكي وتبقى كلها بقسماط زي ما انتي شايفه كده. انا هبتدي اشكلهم بقى اصابع كده. انا عايزه الصباع ولا منه كبير ولا منه صغير، عشان يستوي كويس في النار. الكبير ما اضمنش قلبه هيستوي كويس ولا لا، والصغيره هتنشف. ممكن اعمل صوابع زي ما انت شايفه كده، او كور صغيره للاطفال، هتبقى طعمها حلو جدا صدقيني. انا هبتدي اصبع الكفته كلها زي ما انت شايفه كده، اصابع متوسطه، وهرجع لك. بصوا، الصباع متماسك مش فاكك ولا اي حاجه. عمل معايا الكميه دي كلها من ربع كيلو من اللحمه، هحطهم في التلاجة لمده ربع ساعه بس تتشمع معايا، وهنزلهم على زيت متسخن على درجة حرارة متوسطة، بس زيت سخن. ومش هقلب فيه عمال على بطال، لما احس ان الكفتية اتحمرت من تحت هبتدي اقلب، وهو لا هيفك منك في النار ولا اي حاجة. وعلى فكرة طعمها حلوة جدا، ومش هتحسي بطعم البطاطس خالص خالص خالص. بس ابشريها زي ما انا قلتلك، اوعي تضربيها في الكبة وتكسلي. تطلع باللون الحلو ده، هبتدي اصفيها بقى واروقهم بقى. ممكن ابتدي اعمل جنبيها، انا عامله هنا مثلا سلطه بطاطس سخنه، هبقى في مره اعملها معاكم. ممكن اعمل طبق بابا غنوج، طبق مكرونه حلو. بقت غدوه جميله، ومن ربع كيلو من اللحمه المفرومه. انا شغلت فحميه وطفيتها بمعلقه من الزيت، وهكتم الكلام ده كله هتبقى بريحه الفحم. انا عارفه ان الحركه دي مضره، بس ما تجراش مره كل فتره، بس بتفرق قوي في طعم الكفته دي. حقيقي حركه الفحم دي بتفرق جدا جدا جدا. انا حطيت تحتيها بقدونس وظبطتها كده، وعملت غدوه حلوه من ربع كيلو من اللحمه المفرومه، وبألف هنا وشفا.